بطلة فيلمنا النهارده هي إليسيا بيني، الكاتبة وعالمة الخوارق، واللي بتكون في الطيارة المتجهة لاسطنبول، وبتبتدي تتكلم عن نفسها وبتقول إن الناس في الزمان ده رغم التقدم العلمي اللي احنا فيه لسه لحد دلوقتي متعلقة بالأساطير والمجهول، وعلشان كده بتسافر كل سنة عشان تحكي الروايات والحكايات الخرافية، وبتوصل اسطنبول علشان تحضر مؤتمر عن الأساطير هتكون فيه المتحدثة الرسمية. في المطار بقى بيقابلها قزم صغير بتخرج منه طاقة ودخان، وطلب منها إنها تمشي معاه وهو هيدلها على الطريق لحل كل ألغاز اسطنبول. لكن اول ما وصل صديقها جونيهان بيختفي القزم بسرعه، ولما سالت صديقها اذا كان شايف القزم ولا لا قال لها انه ما شافش اي حد معاها وانه اكيد من الجن. واستغربت إليسيا جدا انه برغم ثقافته مؤمن بالجن. تاني يوم بتروح المؤتمر وبتتكلم عن علاقه الاساطير بالواقع، وبيبان من كلامها قد ايه هي مش مؤمنه بالاساطير والخرافات. وبيكون في شخص في درع معدني متوهج قاعد في القاعه، وواضح جدا ان محدش شايفه غيرها. وبتحاول إليسيا انها تهرب بنظراتها منه، لكنه بيغضب جدا وبيهجم عليها، وغضبه ده خلاها يغمى عليها. بعدها بتفوق وبتشكر كل الموجودين وبتمشي. ولما صديقها بيعرض عليها انه يوديها للدكتور قالت له ان كل اللي حصل ده كان نتيجه انها سمحت للخيالات انها تتمكن منها. بعدها بتروح معاه لمحل بيع التحف والانتيكات، وبتختار إليسيا ازازه عطر محروقه مصنوعه من قرون، وبيعرض عليها صديقها ازازه تانية جديده اجمل منها بكتير، لكنها بتفضل الازازه القديمه، وبتقول له ان الحريق اللي عليها اكيد وراه حكايه مثيره. وبتاخد الازازه معاها الفندق وبتبتدي تنظفها، لكن الازازه بتنفجر وبيخرج منها دخان لونه غريب. بعدها بتتفاجئ بقدم عملاقه خارجه من الاوضه الثانيه، وبتكتشف انه جني محبوس في الازازه من قرون. وبتتعامل إليسيا مع الجني على اساس انه كائن بدائي جاهل، لكنه بيثبت لها ان علمه بيفوق علمها، وبيقول لها ان هو جني متواضع جدا في تحقيق الامنيات، لكنه بيعوض ده بالعلم والمعرفه. وبتحكي له إليسيا عن نفسها، وبتقول له انه وهي صغيره كانت في مدرسه بنات وما كانش ليها اصدقاء، والبنات كانوا بيتنمروا عليها، وعلشان كده كانت بتهرب لعالم الخيال. وفجاه بيظهر لها صديق سمته انزو، لكنه كان بيختفي لما يجي لها صداع، وكان جنبها دايما وشجعها لما كانت مريضه بالسل، وكانت خايفه جدا انه يختفي، وعلشان كده رسمت صورته وكتبت قصته في كراستها. وكانت متضايقه جدا انه مش انسان حقيقي. وفي يوم سيطر عليها الغضب وحرقت الكراسه في فرن المدرسه. من يومها ما بقاش يظهر في حياتها. في الوقت ده بيخبط الباب، وبتفتح إليسيا عشان تاخد الفطار من خدمه الغرفه بتاع الفندق، ولما بترجع بيكون الجني قلص حجمه علشان يقدر يكلم ويتعامل معاها، وكمان بيكون محضر لها الفطار. بعدها بتساله عن سبب حبسه في الازازه، فبيقول لها انه اتحبس في حياته 3 مرات على مدار 300 سنه، واول مره اتحبس فيها كان بسبب الحب. وحكى لها انه كان بيحب شيبة ملكه سبأ، واللي كانت امها جنيه وكانت بتتميز بوجود شعر في رجليها، وكان فاكر انها بتحبه، لحد ما في يوم زارها ملك من الشمال طباعه غريبه جدا، وسيطر على شيبة بالعزف على قيصاره سحريه. بدأت بعدها انها تشيل شعر رجليها، وعرف الجني وقتها ان دي البداية، واقنعها الجني انها تحط شروط تعجيزية علشان الملك يتجوزها. اول شرط كان انه يلاقي خيط من حرير في قصر فيه 1000 غرفة، لكن الملك بسحره امر النمل انه يدور في كل الغرف ويجيب الخيط. والشرط التاني انه يقول لها على اسم امها السري اللي محدش يعرفه، لكن المارد اللي بيخدمه قال له على الاسم. وتالت شرط انه يقول لها على اكتر شيء بتحبه النساء، وفعلا قال لها عليه. واتجوزت شيبة بالملك اللي سمع صراخ الجني وعرف انه بيحبها، واستخدم اقوى التعاويذ السحريه، وسجن الجني في ازازه ورماها في اعماق البحر الاحمر. والجني كان فاكر ان شيبة هتدور عليه وتنقذه، لكنه اكتشف انه كان مخدوع وانها كانت بتلعب بيه، وفضل محبوس 2500 سنه. وبيطلب الجني من إليسيا انها تتمنى 3 امنيات عشان يتحرر، لكنها بتقول له ان ما عندهاش اماني، وانها رغم ان ملهاش زوج ولا اولاد لكنها سعيده في حياتها، وحاسه انها حره ومش ناقصها حاجه. وبتقول له انها اتجوزت مره واحده بس في حياتها من واحد اسمه جاك، وحملت طفل منه، وكانت ناويه انها تسميه انزو، لكنها حست انه مش قادر يفهمها فاجهضت الطفل، ودلوقتي اصبح مجرد ذكرى في صندوق موجود في المخزن. وبيقول لها الجني ان مفيش حد في الدنيا ما عندوش اماني، فبتقول له انها متخصصه في روايات الاساطير وبتعرف اساليب الجن في التلاعب بعقول البشر. وبيغضب الجني جدا ويقول لها ان لو مفيش اماني تبقى كارثه وهيفضل محبوس، وبيطلب منها انها تسمع قصه سجنه التاني. فبيحكي لها ان الازازه في البحر اتجمع حواليها الرواسب واتحولت لحجر، والصيادين خرجوها من البحر وسط السمك، وفضلت تتنقل لسنين طويله، واستقرت في النهايه كحجر في سور القلعه التركيه، لحد ما جت جولتين وهي جاريه من الجواري كانت مغرمه بالامير مصطفى ابن السلطان سليمان، وكانت بتشعبط على سور القلعه علشان تشوفه، ولقت الازازه وخرج لها الجني، وكان اول طلب ليها ان الامير يغرم بيها. وفعلا الجني بيحضر التعويذه السحريه في الازازه بتاعته ويخبيها تحت حجر في حمام جوه القلعه، وحبها الامير جدا. في نفس الوقت اللي كان فيه محظيه في القصر بيحبها السلطان جدا، وكانت هي بتتامر عليه عشان تستولي على الحكم لابنائها. وحاول الجني انه يحذر جولتين
جولتين، فطلبت منه الطلب التاني انها تكون حامل من الامير. لكن المحظيه اقنعت السلطان ان ابنه بيحاول يقتله علشان ياخدوا الحكم مكانه، وملته بالكره ناحيه ابنه. ولما الامير مصطفى حاول انه يتكلم مع والده رفض يستقبله، والقاتل نفذ مهمته. وحاول الجن انه يخلي جولتين تتمنى الامنيه الثالثه بانها تنقذ نفسها ويتحرر، لكنها رفضت. ولما حاولت تهرب اتقبض عليها، والجن حاول ينقذها لكنه اتفاجئ بواحد من الشياطين بيقف قدامه ورموها في البحر. وقفز الجن في البحر علشان ينقذها، لكنها كانت ماتت. وفضل مسجون في الازازه اللي في القصر 100 سنه مستني ان اي حد يخرجها. ولقاها 2 من ابناء الملك هم مراد وابراهيم، لكنهم كانوا اضعف من ان هم يشيلوا البلاطه فنسيوها. ومراد بيتولى الحكم وهو عمره 11 سنه، وبيتجه للغزوات والفتوحات في بلاد القوقاز وبين النهرين وما بيرجعش تاني. وامه بتحبس مصطفى في قصر مليان بالجواري علشان يخلف لها ولي العهد. وبيرجع مراد بعد سنين، لكن الحرب حولته لوحش قاسي ما بيرحمش، بيتلذذ بالقتل. فتقرر امه انها تخليه على طول سكران، وكانت بتجيب له المهرجين من كل مكان، لكنه كان بيقتلهم. ما عدا مهرج كبير في السن كان هو الوحيد اللي بيضحكه، واصبح المهرج العجوز صديقه الوحيد. لكنه مات وهرب كل اللي في القصر خوفا من مراد. لكن موت المهرج العجوز خلى مراد انسان ضعيف، وافتكر الازازه اللي محبوس فيها الجن وحاول انه يخرجها لكنه ما قدرش. واجبرت الام ابراهيم انه يتولى العرش غصب عنه. وكان بيحب جاريه تخينه جدا، دخلت في يوم الحمام ووقعت على البلاطه وكسرتها ولقيت الازازه، لكنها بدل ما تتمنى امنيه حبست الجن في الازازه ورمته في البحر. وبيرجع الجن يطلب من اليسيا مره تانية انها تتمنى امنيه. في المره دي بتسخر منه وبتقول له ان كل امنياتها بسيطه، زي انها تشرب شاي او ان الصداع يروح، وان احسن ليه انه يدور على حد جشع يطلب منه الامنيات. وبيغضب الجني ويصور عليها، فبتتعصب اليسيا وتمسك الازازه وتقول ان كل اللي بتتمناه انها ما كانتش قابلته، وبتضغط على الازازه فتنكسر. وبيغضب الجني جدا وبيقطعها قبل ما تكمل كلامها، وبيحكي لها عن قصته الثالثه اللي بتحكي عن بنت فقيره اسمها زفير، كانت جاهله واهلها اجبروها انها تتجوز راجل عجوز بس غني، ومتجوز من 2 تانيين بيكرهوها جدا، لكنه كان بيحبها وبيفضلها عليهم. وبدات تستغل وقتها في انها تعلم نفسها، وكانت عبقريه جدا. وفي يوم اشترى جوزها السمكه ولقي في بطنها ازازه من النحاس فاهداها لزوجته، وفرحت بيها زفير. ولما فتحتها خرج لها الجني وتعلقت بيه جدا واصبحوا اصدقاء، وانبهر من عبقريتها. ولما طلب منها انها تتمنى امنيه اتمنت انها تكتسب علم في كل المجالات. وفعلا الجني جاب لها كل العلوم وحطها لها في ازايز بالوان مختلفه وتعلق بيها الجني. وكان خايف انها تخلص امنياتها ويضطر يبعد عنها، لكنها بتنشغل عنه في حل لغز الكون. ولما ما قدرتش تحله بتدخل في حاله من الاكتئاب، وبتستخدم امنيتها التانيه. وبيعلمها الجني انها تحقق الاماني زيه بالظبط. لكن بمرور الوقت اتهمت الجني انه بيحاصرها بحبه، وبتبقى عايزه تتمنى الامنيه الثالثه علشان يبعد عنها، لكنه بيمنعها وبيحبس نفسه في الازازه لحد ما تهدى. لكنها بتتمنى الامنيه الثالثه انها ما كانتش قابلته، وفعلا بتفقد الذاكره وبتنسى وجوده، وبيفضل محبوس لحد ما قابل اليسيا وقال لها ان اكبر غلط في الدنيا اننا نحب من كل قلبنا. واتاثرت اليسيا جدا بتضحيته لانه حبس نفسه كل السنين دي علشان اللي بيحبها. وقالت له ان عندها امنيه واحده بس، انهم يحبوا بعض حب حقيقي. وفعلا بيحقق لها الجن الامنيه وبيروح معاها لندن، لكن جيرانها بيتهموها بالجنون علشان بتكلم نفسها. وبيقرر الجن انه يظهر نفسه للناس وبتعرفهم عليه على انه صديقها. لكن مع مرور الوقت الجن بدا يضعف لان شبكه الارسال والمحمول بتاثر عليه وتضعفه. وطلب منها الجني انهم يعيشوا في مكان بعيد عن التكنولوجيا، فبتقول له انها تفكر. وفي يوم من الايام بترجع وتتفاجئ ان الجني مغمى عليه وجسمه متدمر ومش قادر يتكلم، فبتستخدم امنيتها التانيه في انه يرد عليها، وفعلا بيكلمها. وبتعرف ان الاشعاعات الالكترونيه وموجات الارسال بتقتله، فبتقرر انها تستخدم امنيتها الثالثه في انه يرجع للعالم بتاعه. وبتنكسر الازازه ويتحرر الجني وبيرجع للعالم بتاعه. وبتجمع اليسيا حاجات الجني في صندوق وتحطها في المخزن جنب حاجات جاك، وبيبقى ذكرى. لكن بعد 3 سنين بنشوف اليسيا في حديقه عامه بعد ما كتبت في كراستها حكايتها مع الجني ورسمت صورته اللي بنتفاجئ بيه بيرجع لها بارادته عشان يعيش معاها. بس خلاص، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك وفعل الجرس، واستنونا في فيلم جديد.